مساء الخير، برحب بحضراتكم معايا وصوت مصر. من 3 أيام تحديدا في 6 مارس نشرت جريدة الواشنطن بوست مقال مهم جدا عن العلاقة الحرجة اللي بتمر بيها الآن، أو المرحلة الحرجة اللي بتمر بيها الآن مصر وأمريكا. وكان عنوان المقال الحقيقة الولايات المتحدة تبحث عن شريك يعتمد عليه في مصر، وده جه متوازي لكلام السيدة كلينتون أمام الكونجرس الأمريكي اللي قالت بالنص إنه أحد مشاكلنا مع مصر هي إنه لا يوجد حكومة حقيقية في مصر ليمكننا التحدث إليها. حقيقة الكلام ده يشير هل بالفعل مصر في أو علاقتها بأمريكا تمر بمرحلة حرجة فعلا، ولا هي زوبعة في فنجان والعلاقة قوية جدا؟ وهل هذه العلاقة، علاقة مصر بأمريكا، علاقة استراتيجية حقيقية؟ وكيف سنعبر بهذه العلاقة في المرحلة القادمة؟ هل ستتغير الاتجاهات أم ستتغير المعاملة تماما بوجود لاعبين سياسيين مختلفين في هذه المرحلة؟ وهل أمريكا حقيقي صديق بالفعل لمصر؟ كلها موضوعات هامة جدا هنطرحها النهاردة في صوت مصر، وبعد الحقيقة شوية في الجزء الثاني من الحلقة. ودلوقتي هنتكلم في ملف هو يعد الأخطر حاليا في مصر. الأخطر لأنه بيشير الكثيرين أنه هو ممكن يكون واحد من الأسباب اللي ممكن تهدد مصر اقتصاديا واجتماعيا وأمنيا، هي العشوائيات. كلمة العشوائيات الحقيقة ظهرت بشدة، يمكن وأنا بتكلم مع ضيوفي في الاستوديو قالوا تاريخ أبعد كتير من اللي هقوله دلوقتي. ظهرت بشدة سنة 1992 لما جه الزلزال العنيف اللي هز مصر أياميها، وابتدينا نسمع كلمة عشوائيات، مناطق عشوائية. يمكن 86 منطقة عشوائية كانت في القاهرة قابلة للتطوير حسب الإحصائيات وقتها، و13 غير قابلة، غير آهلة لأي حاجة غير الإزالة، لأنها كانت مبنية من قش ومن صفيح، يعني غير آهلة لأي تطوير. الحقيقة مرت السنوات والحديث كان بيدور حول ثورة جياع، الحقوا العشوائيات مصدر لسلبيات كثيرة، ولكن لم يحدث أي تحرك. تحصل كوارث في الدويقة وغيره ولم يحدث أي تحرك. الحقيقة الإحصائيات برضو اللي أنا قريتها يمكن مش حديثة قوي ولكن مخيفة. الأرقام هعرفها حقيقية من ضيوفي أما أقول إنه وصلت ل1000 تقريبا منطقة عشوائية على مستوى مصر كلها. نصيب القاهرة بس منها 36% من هذا الرقم، يعني يتجاوز التلت بكتير. كل منطقة راقية وراها منطقة عشوائية، حزام من العشوائيات منتهى الخطورة. 8 مليون برضو رقم قليل بالنسبة للي عرفته، وهنعرف الرقم الحقيقي لأن عرفت 12 مليون يمكن تجاوزوا رقم مواطن مصري يعيش في العشوائيات. مواطنين من حقهم حياة كريمة، الحد الأدنى من الحياة، مسكن ومية، صرف صحي، منطقة آمنة. الحقيقة عايزين ده يتوفر ل10 مليون مواطن. هل سكان العشوائيات سيظلون يطلقون عليهم سكان عشوائيات؟ هنعرف من ضيوفنا اللي بنرحب بيهم ونتحاور معاهم في الاستوديو. ارحب بالدكتورة سعاد عبد الرحيم، استاذ علم الاجتماع ورئيس قسم السكان والفئات الاجتماعيه بالمركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه. اهلا بحضرتك معانا. اهلا بيك. كمان يسعدنا ان يكون معانا دكتور شريف الجوهري، مدير الدعم الفني بصندوق تطوير المناطق العشوائيه التابع لرئاسه مجلس الوزراء. اهلا بحضرتك. سياده النائب المهندس صابر عبد الصادق، عضو مجلس الشعب ورئيس لجنه الاداره المحليه بمجلس الشعب. اهلا وسهلا بحضرتك. انا ابتديت بارقام وهبتدي بماذا يظهر من سلبيات من داخل مجتمع العشوائيات يا دكتورة. طيب قبل حضرتك ما نتكلم في السلبيات خليني احدث شويه الارقام بعد اذنك. الارقام انا قلت هتتحدث كتير. اولا وقبل تحديث الارقام عايزه اقول لحضرتك ان حضرتك قلتي ان العشوائيات بدات الصوره جليه جدا بعد زلزال 92. التاريخ للعشوائيات بعيد جدا جدا. يمكن من اول الجبرتي ما ابتدى يأرخ لمصر
كان في ما يسمى بالعشوائيات، لدرجة انه سمى اهل العشوائيات او سكان العشوائيات بالمساتير، سماهم اسم مساتير؟ المساتير. جاي منين المساتير يعني؟ من كلمة مستور او حاجة كده يعني. ده بعيد عن الستر خالص العشوائيات دي. فهو يعني علشان يديهم صيغة اكتر ملائمة فسماهم المساتير. بعد كده بدأت مشكلة العشوائيات في الظهور ايام الخديوي اسماعيل لما كان بيعمل التطوير لمصر وبناء الطرق ورصف الطرق وطرق جديدة، فابتدت فكرة ان هو لازم يهد بيوت، فهد البيوت والمنازل دوت نتج عنه ان معظم البيوت اللي اتهدت هي منازل فقراء، فابتدوا يدوروا على ما وراء وما خلف المدن وعلى الاطراف علشان يسكنوا، فابتدت تنشأ مشكلة العشوائيات. بدأت في الحرب العالمية الثانية تظهر مشكلة العشوائيات في مصر، رغم ان في وقت الحرب العالمية الثانية ما كانش فيه مشكلة سكن في مصر، لكن بدأت ان تبتدي بقى فكرة الهجرة الريفية الحضرية، وبدأت معاها من الخمسينيات والستينيات تضخمت بصورة جديدة فكرة الهجرة من الريف للحضر، وبدأ المهاجرين يدوروا على الأماكن اللي هي ممكن يعيشوا فيها، فجايين في القاهرة بشكل كتير جدا فمش لاقيين أماكن، فابتدوا ياخدوا أطراف المدن وياخدوا أطراف عشوائيات مختلفة تماما عن العشوائيات اللي احنا نعرفها. أنا بدي بس لحضرتك يعني أماكن في جبال، أنا بدي لحضرتك الترتيب علشان الصورة وضحت جدا زي ما حضرتك قلتي في زلزال 92 أو من عقد التسعينيات بدأت مشكلة العشوائيات، إن المسؤولين يصحوا ويفوقوا ويقولوا إحنا عندنا مشكلة عشوائيات. لما ابتدت الأماكن تكتر جدا، وزي ما حضرتك قلتي إنها 1000 منطقة، هي 1222 منطقة عشوائية. دي أول رقم هنستحدثه. وبعدين حضرتك قلتي إن القاهرة وحدها فيها 86، لغايه وقت قريب كان فيها 86. عايزه اقول لحضرتك للاسف في السنه الاخيره وفي التعدادات الاخيره وصلت ل 110 منطقه عشوائيه في القاهره وحدها، مع ان القاهره مفروض هي العاصمه، هي اللي بتستأثر بكل مستحدثات التنميه، هي اللي فيها كل التطور وفيها التنميه، ورغم هذا بتزيد فيها المناطق العشوائيه عشان توصل بينا لغايه دلوقتي 110 منطقه عشوائيه. كل السلبيات اللي حضرتك عايزه تقولي نتكلم عنها عن ما هي السلبيات اللي ممكن تظهر من مجتمع العشوائيات؟ يعني يقال وخليني انا كمتخصصه في علم الاجتماع ان انا اقول نشخص المرض. نشخص المرض لازم. اصل عشان نحل لازم نشخص المرض. احنا بنشخص المرض. لا يعني نشخص المرض نشخص ازاي؟ ايه اسبابه؟ في اسباب معينه، في اسباب معينه تسال عن شويه. ليه على الاطراف حصل؟ لان مفيش تخطيط. مفيش تخطيط غير الجزء اللي احنا فيه، بره المنطقه مفيش تخطيط، وده السبب. مفيش تخطيط، الناس عندها عايزه تبني، مفيش تخطيط تبني عليه. طب ليه مفيش عشوائيات في المدن الجديده؟ لان المدن الجديده مخططه من الاول. الناس بيقول له هتبني هنا دورين 3 4، هتبني في الحته اللي مزيتش بيبني، طالعه نظيفه زي الفل محترمه. انما النهارده مفيش تخطيط، واحنا قاعدين له هات تخطيط، اعملوا تخطيط، خلوا الهيئه العامه تخطيط تشتغل. الجزئيه اللي هي الاماكن اللي ما فيهاش تخطيط، ما فيش تخطيط، لكن في اماكن اللي هي يمكن انا كنت بتكلم مع دكتور بس هتكلم حضرتك بقى على الاماكن، في اماكن خطره اللي هي زي الدويق او الجبال اللي عايشين فيها، في اماكن غير اهله مش تخطيط خالص. لا ما فيش تخطيط خالص، يعني ناس ما لهمش مأوى صفيحه وحطوا فيها. لا يعني حضرتك عدم تخطيط فرصه عشان بس يعني اتفضلي هو عدم تخطيط وغيبه من القانون وغفله من المسؤولين. يعني حضرتك الثلاثه دول موجودين، بالاضافه لان ادنى احتياجات الانسان او الاحتياجات الاساسيه للانسان انه يدور على سكن. ما قلتليش ايه هي اهم الامراض اللي ممكن او السلبيات اللي تظهر من هذا المجتمع؟ بصي حضرتك، احنا بنقول ان في جريمه وفي انحراف وفي كل الموبقات الاجتماعيه والاقتصاديه، لكن هي ناتجه ليه؟ لان في علاقه بين الانسان والمكان. انت حطيتيني في مكان غير مخطط يفتقد الى ادنى احتياجات البشر، ان يكون عندي صرف صحي، ان يكون عندي ميه، ان يكون عندي كهرباء، اني اعيش 10 افراد او اكتر من كده في عشه في مكان صحي. تتوقعي من انسان
لا نصفه بالانسانيه ولا بالادميه ان هو يكون ايه. تتوقعي حضرتك ايه؟ كل انواع الموبقات ممكن تخرج من هنا نظرا لعدم توجيه، مش لان هو مش بطبعه شرير ولا سيء. بالعكس المجتمعات دي نعلم ان بيعيشوا فيها ناس متعلمه وعندهم قدر كبير من التعليم والاحترام. هناك في ناس كده في ناس كده، في انماط كثيره، بتختلف الانماط في العشوائيات، وداخل النمط الواحد نظرا لاختلاف مسميات كثيره ممكن نلاقي منطقه نسمها بالعشوائيه او نصفها بالعشوائيه ويسكن فيها اساتذه الجامعه ويسكن فيها دكاتره ويسكن فيها مهندسين، وعلى الطرف الاخر بنلاقي ان فئه الاميين وفئه البطاله وفئه يعني حضرتك ذكرتي انه ممكن يطلع منه امراض وقلتي منه بعض الاشياء. هنا بقى احنا قلنا ان العشوائيات مقسمه لاكثر من طيب انا اقول لحضرتك بس عشان سياده النائب بيقول تخطيط، لا في اجزاء كده وفي اجزاء. اقول لحضرتك بس عشان بس نكون ناخد اخر الاحصائيات. احنا حضرتك صندوق تطوير العشوائيات بدا بعد كارثه الدويقه اللي حصلت في اكتوبر 2008. نعم. اول ما بدا الصندوق طبعا صدر بقرار جمهوري، وكان اول حاجه فيه حصر المناطق العشوائيه. فالحقيقه الرقم الدكتوره بتقول اللي هو 1221 ده كان رقم قديم كمان. الرقم ده قديم. اخر رقم حضرتك احنا في سنه 2009 كان عندنا اولا احنا عملنا تصنيف للمناطق العشوائيه، قسمنا ما بين المناطق ما يطلق عليه الغير مخططه اللي هي مباني جيده وتفتقد بعض الخدمات، زي منطقه الهجانه، منطقه منشيه ناصر، دي مناطق بنطلق عليها الغير مخططه. وعشان نكون واقعيين 80% من العمران في مصر غير مخطط. بالظبط كده. ما هو ده اللي انا يعني بالظبط. خليني بس اكمل. خليني اكمل بس. 80% فعشان كده حضرتك الارقام 12 مليون واكتر كده مش صحيح. يبقى غير مخطط لا يقل عن 80% من العمران. الغير امن اللي احنا الاولويه بنشتغل فيها دلوقتي طبقا للقرار الجمهوري ده يمثل 1% من العمران، والباقي اللي هو حوالي 19% ده اللي مخطط. طيب الغير امن حضرتك احنا اخر رقم محصور في مايو 2011 383 منطقه مقسمين طبقا للمعايير اللي الصندوق عاملها طبقا للمعايير العالميه. غير امنه عشان نكون حضرتك. بمعنى ايه غير امنه؟ عشان نفصل للساده المشاهدين ما معنى كلمه غير امنه. مهم جدا. الغير امنه حضرتك طبقا احنا خدنا المعايير الدوليه للتصنيف الغير امن، فاحنا عندنا 4 تصنيفات. اول تصنيف اللي هو بنسميه الدرجه الاولى اللي بنسميه المهدده للحياه. المهدده للحياه اللي هي معرضه لكوارث جيولوجيه زي كارثه الدويقه، او معرضه لاخطار سيول زي اللي حصلت في سيناء او في غيرها، او معرضه لحوادث سكه حديد زي فاكره حضرتك حادثه كسر قطر كفر الدوار. فدي درجه اولى اللي هي المهدده للحياه. تاني نوع عندنا اللي بنسميه سكن غير ملائم اللي هي المساكن العشش، ده السكن غير ملائم. ثالث درجه عندنا اللي هي مهدده للصحه اللي هي تحت كابلات الكهرباء الضغط العالي، فطبعا بيتعرضوا لامراض، او معرضه لتلوث بيئي زي اللي في حلوان، او انها بتفتقد الميه والصرف الصحي، فده مهدد للصحه. رابع درجه عندنا اللي بتفتقد الحيازه، ان هي مساكن كويسه بس قاعده على ارض الغير، فدي غير قانونيه يعني ما عندهاش اوراق لكن هي مبنى كويس. فالاربع درجات اللي احنا مقسمينهم دول طبقا للمعايير العالميه هم دول اللي بنشتغل عليهم دلوقتي. عندنا الحقيقه في شغل في المناطق المهدده للحياه والدوله مديلها اهميه كبيره جدا. محافظه القاهره طبعا زي ما الدكتوره قالت بتختص بحوالي 40% من المناطق الغير امنه الدرجه الاولى اللي هي المهدده للحياه. لذلك الدوله مديه الحقيقه اهتمام كبير جدا لازاله هذه. والدكتور الجنزوري الحقيقه اما جه مدي 6 اشهر للمحافظين عشان يخلصوا المناطق المهدده للحياه، لان ما ينفعش، لان دي ناس 6 اشهر بالظبط للانتهاء من اللي 300 حاجه. لا مش 300 حاجه، معلش حضرتك، دي المناطق اللي هي المهدده للحياه الدرجه الاولى. كم واحده؟ كم 29 منطقه على مستوى 5 محافظات اللي هم خطوره اللي هي الدرجه الاولى، خطوره الدرجه الاولى اللي هي المهدده للحياه اللي هي الدرجه الاولى اللي هي في اماكن زي الصخر او دول في 5 محافظات: القاهره، اسوان، الاسكندريه، جنوب سيناء. امتى القرار ده ظهر؟ اول ما بدا الدكتور الجنزوري الحقيقه وبيتابع الكلام ده شخصيا. اي اجراءات طبعا بيشتغل، المحافظات شغاله يعني مثلا نقدر نقول الدويقه دلوقتي ابتدوا يشتغلوا في الدويقه. طبعا اتنقل لان الاسكان موفره الحقيقه، سكن في 6 اكتوبر. طب سياده النائب، الصندوق بيعمل احصائيات، بيعمل دراسات وعنده ارقام وبننفذ مشروعات وعنده تنفيذ مشروعات. حجم بقى التعاون هنا كنائب في مجلس الشعب، ولك الكلمه ولك القدره على تشريع قانون. حضرتك كيف لنا ان نخرج من هذه الازمه او هذه الماساه؟ تمام. احنا لو بنحل في الماساه دي كل يوم بيتولد ماساه ثانيه. ما احنا عايزين نقول لازم شخص مرض من الاول. اسباب الموضوع ده ايه؟
سؤال موضوع. طب ما انت عندك الايام دي الانفلات الامني خلى الناس بقت على الارض الزراعيه بكميه جامده جدا، اصبح عندك كميه كبيره جدا جدا من غير بقت على الارض الزراعيه. بالظبط. مفيش عشوائيات تانية طلعت كبيره. ليه؟ بالظبط. الامر عايز يتحل، لازم يتحل. ايه الحل من وجهه نظرك يا ست؟ حل جذري في جزئين. ان لازم اداره التخطيط، ادارات الهيئه العامه للتخطيط لازم تشتغل وتسبق التنفيذ، تبقى بره تقول اللي هيبني في الحتت دي هيتبني بالاسلوب الفلاني كذا كذا، وان شاء الله ما اتبنتش بقى لما تيجي تتبنى يبقى كل واحد هيعرف يبني فين. الامر الثاني بالنسبه له سيد الدكتور الجنزوري راجل محترم وقال، انما السؤال اللي انا بحط عناوين فلاش ولا شغل؟ لا انا عايزه اشوف، احنا عايزين لا خليك بس عليك. الموازنه عايز بس هل عندك ايوه الكم؟ انا عندي منهم منطقه خطره موجوده من مصنف واحد اللي هي ايه؟ اسمها المنزه في دمياط. لا المنزه دي درجه ثانيه. لا معلش دي راحوا علشان يشيلوا الناس. سؤال، دي درجه ثانيه. هل انت حضرت مساكن للناس؟ ايوه هنا ده السؤال. هنا انا النهارده علشان احل مشكله منطقه عشوائيه بعد اذنكم بعد نسمع بعض. انا عشان انا احل منطقه في منطقه، لا ما ينفعش، ما هو انا لازم هحرك وهنقل السكان لمنطقه اخرى اما لتطويرها او لازالتها. ما انت لازم اين المساكن؟ اين الاماكن؟ ما انا ده السؤال. اين البدائل اللي هينتقل اليها هؤلاء السكان في فتره بقى التطوير او الازاله؟ اقول لحضرتك التعامل ازاي بيتم في الدرجات الاربعه اللي انا قلت لحضرتك. اول درجه اللي هي المهدده للحياه بيتحدد ما يطلق عليه الحرم الغير امن، بيطلع خبراء جيولوجيين بيطلعوا يحددوا في الجبل انهي حته المفروض تتشال عشان ما يحصلش كارثه منه. فالحرم بعد ما بيتحدد المحافظه بتبدا هي اللي مسؤوله عن التنفيذ، بتبدا مع اللجان الجيولوجيه تحدد هذا الحرم وبتنقلهم لاقرب مكان موجود عندها مساكن فيه. فده اول حاجه بالنسبه لمهدده الحياه. محافظه القاهره بتنقل دلوقتي ووزاره الاسكان موفره لها مساكن في 6 اكتوبر بتنقل ليها السكان في اللي هم الدرجه الاولى. المنزه اللي حضرتك قلتها دي منطقه درجه ثانيه عندنا، سكن غير ملائم، والحقيقه المفروض محافظه دمياط. خليني بس اكمل بس هقول لحضرتك المحافظه تعمل. هبص على حضرتك ممكن بس اديني احنا فرصه. عندنا لحد دلوقتي في مصر بس لازم نسمع بعض عشان نقدر هو بيرد على حضرتك بيقول لك انا لازم اديني فرصه ان انا اقول لحضرتك اليات التعامل وبعدين هقول لحضرتك. اتفضل حضرتك. يبقى انا قلنا المهدده الحياه بتحدد الحرم والمحافظه بتنقل الناس من هذا الحرم. الدرجه الثانيه اللي هي العشر حضرتك في عده بدائل للتطوير. اول حاجه ان الناس تتكثف في نفس المكان، وده اللي هيعمله السيد محافظ الجيزه في شارع السودان. تاني نوع ان ممكن الناس ما ترضاش انها تسيب مكانها عشان تقول لك انا عايز اعيش في المكان ده، فبنلاقي مكان جنبيه لازق فيه مثلا وبنبني لهم فيه. ده في الترعه الدمرانيه في قنا. انا بقول لحضرتك مشاريع شغاله. حضرتك ثانيه واحده بس حضرتك. انا عايز اقول لك يا دكتور احنا بس يعني عايزين ايه؟ انا هكلمك على ارض واقع، وانا بتكلم حضرتك على ارض واقع. انا بتكلم حضرتك على مشاريع حقيقيه. اللي حصل ايه؟ ان جم فوجئوا الناس ان هتشالوا خلاص كده. المحافظه اصلا ما عندهاش مباني للكوارث، يعني لما بيت بيقع في بيت بيقع حضرتك بس خليك معايا، بيت بيقع بيت ما فيش مباني للكوارث. الدوله كلها ما عندهاش خط مباني للكوارث الدوله. طب يا سياده النائب انا بقى ده السؤال لازم يفرض نفسه هنا. حضرتك بتتكلم معايا هنا انه يجب ان يكون حضرتك عندك الملف. اسمعيني لما اتكلم. ما انا عايزه ثواني بس اكمل كلامي. والملف ده لا يصلح عشان كده لما قلنا بقى في الرد على بيان الحكومه قلنا لابد ان وزاره لو في لجنه الاداره المحليه لابد ان الوزاره تحط موازنات، تطلب موازنات لمباني الكوارث. صح. ليه؟ علشان مش قاعدين نتفرج عماره وقعت في اسكندريه ولا وقعت هنا ولا اكثر عمارات وقع مش لاقيين الناس بيعملوا ايه؟ راجل كان عايش ومتقدر بيترمى في الشارع. فاحنا عايزين اولا دي حاجه. الامر بقى اللي يجي في التخطيط بالنسبه لعمليه التخطيط يبقى لازم في بدائل، نبدا بدائل طبعا. وذلك كان لابد ان تبقى في موازنات موجوده ومساكن موجوده عشان لما اقول لواحد اطلع من هنا اتحط هنا اعيش عيشه كريمه. طب اسمح لي انا هقدم لحضرتك طلب كنائب في مجلس الشعب، ارجوك اهتم بهذا الموضوع وقدم طلبات احاطه في وجود او ايجاد مساكن بديله لمن متعرضين للضرر. عشان كده لما رفضنا بيان الدكتور الجزيري قلنا ان مفيش فيه حاجات من ضمن الحاجات ان مفيش فيه اسكان للكوارث واسكان العشوائيات الناس تروح تحل، يبقى فيه مفيش الكلام ده مش موجود. خليني في سؤال مهم. الدكتور اشار انه الناس احيانا بترفض انها تنتقل، وده احيانا في بعض الاوقات وبعض الاماكن. ثواني خليني اسالك سؤال. دلوقتي ما هو يجب توفيره في مكان علشان الناس دي
تنتقل اليه. هل فكره مجرد سكن من غير ما يكون هو منطقه فيها اسواق وفيها بجانب اعمالهم ومن غير وسائل مواصلات، ولا يلا 4 حيطان هنحطكم فيها في صحراء؟ يعني خليني اقول لحضرتك، احنا بنقول بيرفضوا. لا بس اللي حضرتك بتقوليه ده خليني اقول لحضرتك الدكتوره سعاد، خليني اقول لحضرتك نقطتين مهمين جدا. الاولى في وقت سريع جدا تعليقا على كلام سياده النائب، ان نحن فعلا نفتقد الى ما يسمى بعلم اداره الكوارث والازمات، او لا نفعل هذا العلم. نستنى لما تحصل الكارثه وتحصل الازمه وبعدين نفكر هنواجهها ازاي، على ما نيجي نواجهها تكون حصلت لنا، يعني اذا كانت هتنتج لنا مشكله واحده نتجت بعد فكره ان انا لازم افكر المواجهه تكون ازاي، يكون عندنا 10 20 مشكله. دي نقطه. احنا عايزين النقطه الثانيه والمهمه بقى جدا واللي حضرتك سالتيني فيها، ان سكان العشوائيات، وده من دراسات اجتماعيه، وانا بشتغل في العشوائيات مع فريق بحثي في المركز القومي للبحوث الاجتماعيه والجنائيه من اكثر من 15 سنه، ودراسات اجتماعيه على البشر، على سكان العشوائيات اللي لازم نصفهم بالبشر. واخده بال حضرتك ان ساكن العشوائيات في كل انماط العشوائيات يرفض تماما ان يترك مكانه تماما. ليه؟ هقول لحضرتك ليه. مش هنتكلم على نطاق ضيق، وهقول لحضرتك ان المكان دوت مرتبط برزقه واكل عيشه. المكان ده مرتبط برزقه وباكل عيشه، ومرتبط بكل علاقاته الاجتماعيه، بدءا من علاقات القرابه لعلاقات الجيره. واخده بال حضرتك؟ فكل اطار تكوينه الاجتماعي والاقتصادي قائم في هذا المكان. طب يعني يتعرض للخطر؟ ازاي تنزعيني من هذا المكان؟ اذا كانت الاماكن شديده الخطوره زي ما المهندس دي الوحيده اللي بيتنقلوا اجبارا، دول لازم يتنقلوا اجبارا، وهم بيكونوا وهم رايحين غصب عنهم هم راضيين، وهو رايح غصب عنه راضي. زي كارثه الدويقه لما حصلت، ولسه لغايه دلوقتي الموضوع الدويقه ده مستمر. موضوع لسه حضرتك ما خلصناش. محافظه القاهره شغاله. خليني بس اوضح نقطه مهمه جدا بالنسبه للدويقه. كارثه الدويقه لما حصلت، الدويقه جزء من حي منشيه ناصر. الدويقه هنمثلها بان هي الدايره دي. لما حصلت الكارثه حصلت في جزء من الدايره. نعم. فالجزء من الدايره دوت كان حظه عالي جدا، وهم سكان عشوائيات. عالي بمعنى ايه؟ ان كان في مساكن معده اصلا للسكن. بالزبط. كانت موجوده على المفتاح اللي هو اسكان الشباب والمستقبل، كان جاهز تماما. كان جنبيهم وكان افضل جنبيهم على طول، فاتنقلوا في نفس المكان. افضل ما حصلوا عليه. الناس تدعي في العشوائيات دلوقتي بكوارث. لا طبعا يعني لا مش بتدعي بالكارثه، بتدعي ان المكان موجود جنب ما حصلت الكارثه، فهم ما اتنقلوش من مكانهم. هم اتحركوا من هنا لهنا داخل الدويقه، وحصلوا على مساكن حضريه، وانتهت ازمه الدويقه للكارثه في وقت قليل جدا جدا. لكن ما يحدث من مشكلات في الدويقه الان ليس ما هو خاص بكارثه الدويقه اللي حصلت في سبتمبر سنه. حاجه ثانيه. لا في مناطق ثانيه، لا في مناطق شبه الدويقه. بقيت طيب السؤال هنا، هل في تخطيط مثلا نقل مؤقت؟ ما احنا ان احنا نطور المنطقه ونجعلها امنه ونرجعهم تاني، وبالتالي تبقى الدرجه الاولى ما ينفعش يرجعوا، لان الحرم اللي بقول لحضرتك الجيولوجيين بيحددوه ده اسمه حرم غير امن بتاع الجبل. ممنوع. لا ما مش قليله، دي 29 منطقه 29 منطقه على مستوى الجمهوريه، فلازم لازم تنقلوهم. لازم ما فيش وبيوافقوا لان حضرتك ده معرض خلينا برضو حته مهمه جدا، وهي حق الحياه ولا حق سكن. واحد معرض طبقا للعلم. خلينا بس الاهم، بس خليني بس عشان ان احنا خدنا وقت الكلام ده. اهم ازاي بس يا دكتور؟ ازاي يعني واحد معرض حياته للموت؟ لا واحد معرض للموت تسيبيه حضرتك؟ واحد معرض حياته للموت تقدر تسيبيه؟ لا ما يتحمل السكن، يبقى انقله. يبقى ده عشان كده اما جت منظمه العفو الدوليه واتكلمت معانا قالت انكم بتعملوه مع الدرجه الاولى، ده حاجه ما هياش اخلاء قسري، ده حاجه انك بتنقله ان هو ده معرض للموت، فده الدرجه الاولى. الناس حكايه برضو حته المصداقيه، ان حضرتك تقولي له ايه لو سمع انا بس عايز ابني لك هنا بس ايه اجر لك هنا وترجع، الحته بقى المصداقيه يقول لك لا ما صدقكوش، الحكومه ما صدقكوش. ففي وبتختلف يمكن بقى حته اجتماعيه، تختلف المحافظات عن بعض. يعني في مثلا في بورسعيد
في زرزاره دلوقتي حضرتك، يعني دي من المشروعات اللي الاعلام لازم يوجه النظر عليها. دي حضرتك بعد الثوره في مايو، من مايو لغايه دلوقتي بيبنوا 3600 وحده سكنيه وخلصوا 5 ادوار وبتتشطب لكل مناطق بورسعيد مره واحده. دي محافظه بتخلص مشكله العشوائيات اللي فيها مره واحده، يعني ما مش محتاجه مراحل. مراحل ده راجل ايه يعني السؤال ميزانيه الصندوق حضرتك ميزانيه الصندوق عشان نعرف. نعرف. لا مش كده، ده المحافظه دي اصل بورسعيد ليه؟ لها موارد لانها منطقه حره، لها موارد خاصه غير المحافظات بتاع مصر كلها، فعشان كده حطت بس انا بتكلم على الفكره. الفكره نفسها خليني اديني الفرصه عشان اقول. هي كانت بتسال سؤال مهم. ما انت حضرتك ما انا عايزه اللي هو ايه؟ الموارد بتاع بورسعيد مش زي الموارد، لكن هو السؤال هنا، هل صندوق العشوائيات الدوله بتعطي له موارد او كانت مخصصه له في ال10 سنين اللي فاتت موارد؟ يا دكتور ما بلاش سنتين طب دي فرصتي بقى. يعني احنا ب 2009 هتقول لي 10 سنين. ندي فرصه لبعض. يعني احنا ازاي 10 سنين؟ ندي فرصه لبعض دلوقتي. احنا بقالنا من 2009 دلوقتي يا دكتور الميزانيه السنه دي كانت 150 مليون جنيه. نسمع كلام عشان المشاهدين بس معانا، والكلام كده مع بعض ما بيسمعوناش كويس. لا كويس. ميزانيه الصندوق الميزانيه اللي عندنا 150 المقدره قد ايه؟ الميزانيه اللي هي لما منطقه اللي هي العشش اللي هي من الدرجه الثانيه 150 مليون جنيه كانت السنه دي. ده غير 250 مليون جنيه من الحساب الخاص دول للمهدده الحياه، غير ان كانت الحساب الخاص منين؟ بتاع الصندوق بيطلع منه موافقه السيد رئيس الوزراء في شهر 6 250 مليون جنيه للمناطق المهدده للحياه. هل يكفي هذا الرقم من حكم دراساتك وتخطيطك لحجم الكارثه دي؟ يكفي هذا الرقم؟ يعني مش عايز اقول ان هو طبعا لا يكفي، لان هو احنا عندنا زي ما بقول لحضرتك 383 منطقه، فانا عشان انا شغال دلوقتي عشان بس بالفلوس اللي عندي دي شغال في 41 منطقه، بالفلوس اللي هي 150 مليون دي شغال في 41 منطقه على مستوى 16 محافظه فيها مشروعات شغاله حاليا. فعشان بس برضو يعني الناس ما تفكرش لا وبعدين بقى ميزه معلش الثوره الحقيقه ادت لبعض العشوائيات صدى غير عادي. كل ما فيش حد دلوقتي ما بيتكلمش غير على العشوائيات. طبعا المبادرات اللي برضو اللي طالعه دي برضو بتشجع جدا، بتعمل بعض الانشطه في المناطق العشوائيه، فده بالحقيقه بنشجعها. ولكن زي ما قلت لحضرتك احنا ما اقدرش اقول الميزانيه، لكن احنا عاملين خطه قوميه. بس يمكن سياده النائب دي بقى كانت بيسال عليها الحقيقه في الفتره قبل احنا عندنا خطه قوميه واضحه المعالم شامله الحصر الدقيق للمناطق، شامله برامج ومشروعات، شامله البرنامج الزمني للتنفيذ، شامله التكلفه. الخطه القوميه دي تكلفتها 8.5 مليار جنيه عشان بس نكون واقعيين. دي المفروض تتقال. خد الرقم ده عندي اكتبه طبعا. 8.5 مليار جنيه. من اين هذا التمويل يا دكتور؟ اقول لحضرتك احنا زي ما اتفقنا الخطه دي المفروض انها من 2012 ل 2017. دي الخطه القوميه اللي هي المفروض اللي هي السكيل 2012 ل 2017، يعني 5 سنين. ايوه يعني 5 سنين محتاج 8 مليار وايه بالظبط. يعني في كل سنه محتاج مليار وعلى الاقل و3 من 10 بالظبط كده. تمام كده؟ تمام. مليار دولار. انت في السنه بيديك ما انا هقول لحضرتك 150 مليون جنيه. طب ما انا خليني بس اكمل حضرتك. مثلا احنا بناخد 150 مليون جنيه. السيد الدكتور البرادعي وزير الاسكان لما هيبدا مشروع الاسكان اللي هو المليون وحده قرر ان هو يخصص 150 الف منهم للسكان بتوعنا، فاحسب حضرتك التكلفه بتوع ال 150. طيب فدولت يعني جزء المجتمع المدني الحقيقه مش عايزين نحمل برضو الحكومه كل المشكله. بالظبط. المجتمع المدني ومساندته لهذه المشكله اذا كان هو من سيعاني في المستقبل من انفجار هذه المشكله. بالظبط. دور المجتمع المدني بقى يا دكتوره في ان هو يساعد في حل هذه المشكله. بصي حضرتك يعني زي ما الحكومه مسؤوله المجتمع المدني مسؤول، لان المجتمع المدني هو اللي يقدر ينزل ويدخل جوه الناس دي ويشوف احتياجاتهم. لان حتى سكان العشوائيات رغم انهم بنوصفهم انهم غير منظمين وغير منتظمين، لكن هم منظمين ومنتظمين على الاقل فيما يسمى برابطه بجمعيه لكل بلد او لكل يعني رابطه ابناء سوهاج، رابطه ابناء المنيا، رابطه ابناء تبع عشوائيات وهم في العشوائيات الناس الموجوده في الاماكن اللي في العشوائيات. بقول لك تبع العشوائيات روابط او فهم دول محتاجين الدعم من الجمعيات الاهليه اللي هي تقدر تدخل لهم وتدخل للناس نفسها وتقابل الناس في البيوت. الجمعيات الاهليه لو ما كانش يعني هدي لحضرتك مثل في الدويقه،
في اكتر من جمعيه اهليه هي اللي بتعمل عمليه التطوير، وهي اللي بتعمل عمليه التنميه، وهي اللي بتقدم الخدمات الاجتماعيه من غير ما الحكومه تعرف اي حاجه عن الحاجات دي الا اذا كان في نوع من المشاركه بينها وبين الحكومه. فدور المجتمع المدني مهم جدا. الناحيه الاجتماعيه يا دكتور، أنا بس عايز اقول بعض الدعوات وبعض المشكله دي، بس في مشكله بصير المشكله مع حضرتك، انتوا تبصوا المشكله ان المشكله هي دي، هل المشكله بالطريقه انتهت؟ مش هتنتهي. يعني في الدعوه يعني وفي المشروع اللي نادى بيه الفنان محمد صبحي، وهو جمع اموال من اجل هذا الموضوع. هل في تعاون بينكم وبين مثلا من يقدم مثل هذه المشروعات ولا منفصله المسائل؟ لا احنا حضرتك طبقا للقرار الجمهوري بيحدد ان احنا لازم نشجع المبادرات المحليه، فاحنا الحقيقه في تعاون كبير جدا مع مؤسسه معا بتاعت الاستاذ محمد صبحي، ومع مبادرات كتيره جدا على فكره دي مهمه جدا. اللي بنقدم لها اي دعم فني عايزاه. طبعا اللي كنا عاملين ورشه قريب على المبادرات المحليه ديت، تكتشفي حضرتك ان تلاقي 3-4 جمعيات بيشتغلوا في نفس المنطقه وما يعرفوش بعض. فالحقيقه احنا عملنا المبادره اللي هي الورشه العمل اللي هي كانت من شهر ونص تقريبا، وهنعمل واحده جديده ان شاء الله قريب. ندعو، لان اما عملنا الورشه دي حصل تنسيق، مثلا لقينا 3-4 جماعات بتشتغل في منشيه ناصر نفسهم وما يعرفوش بعض. فالورشه دي راحت مخلت تنسق فيها. ان شاء الله احنا طبقا زي ما قلت لحضرتك ان احنا بنشجع جميع هذه المبادرات ونامل انها تساعد معانا، لان احنا زي ما حضرتك تفضلتي وقلتي ان الدوله لوحدها مش هتقدر تشيل هذه المشكله، لانها سهله ثقيله جدا، محتاج تمويل، محتاج دعم كبير. هنا اسال سياده النائب، ماذا ستفعلون في مجلس الشعب لحل هذه المشكله؟ احنا عايزين حل. يعني حضرتك هقول لحضرتك ليه؟ احنا كده معلش مع احترام الكلام، المشكله عندنا نبص الحته تحت رجلينا، ما نبصش لاستمراريه المشكله. مشكله العشوائيات قاعده تستمر من زمان، ومحدش في اسباب فيها موجوده هي بتنتج، والباشمهندس راجل مهندس تمام. ان اول باب فتح العشوائيات التشريع الخطا. في ايه التشريع الخطا؟ بالظبط. ان لما جه القانون 3 قبل كده، قانون 52 كان بيقول ان المرافق على يعني يعملها المستفيدين، ولذلك تاخدي كل الناس اللي كانوا المباني اللي اتبنت قبل 80 هتلاقي عباره عن معظم المباني كانت مبنيه ايه؟ مبنيه مباني كويسه جدا، بل فيها جناين، والفيلات كلها في الفتره دي كانت اتعملت. ليه؟ القانون كان محدد وحاطط اوضاع معينه. جه بعد كده القانون 83 اللي جه سنه 83 قانون 3 جه قال ايه؟ المرافق مسؤوليه الايه؟ مسؤوليه مين؟ مالك الارض. كل واحد بيشتري ارض قال لك مش حركه، انا اجيب له منين فلوس؟ بالظبط. بدات تظهر العشوائيات. بعد كده اصرينا وقلنا مش المفروض البند ده يلغى. برضه للاسف الشديد في القانون 119 برضه حطوا نفس المشكله. فالمشكله مستمره. فالتشريع لابد ايه؟ طب كيف حلها؟ اول حاجه بقى التشريع يعمل ايه؟ واحد بقى التشريع ان ده يرجع كما كان، ان المرافق مسؤوليه المستفيد. يبقى انا النهارده بشجع اي واحد بيعمل عايز تخطيط بيتفضل يعمل تخطيط. الامر الثاني ان اسبق التخطيط يسبق التنفيذ. مش معقول انا عندي الاجهزه الموجوده دي وما خططش طب ما انا اخطط مصر كلها، اخططها واقول في دي هتعمل كذا وتعمل كذا. انت عارف العشوائيات ليه بيطلع بينها الناس تبقى صعبه ليه؟ لان ما لا عنده مدرسه، لا عنده مدرسه حضانه، ولا عنده مدرسه ابتدائي، ولا عنده اي خدمات. مفيش اي خدمات موجوده. ده حتى لو في مفيش عنده خدمات خالص. حتى نقطه الشرطه اللي عشان تفك الاشتباك بالناس مش موجوده. ده في خطوره في بعض الاماكن، انه لو حصل لا قدر الله كارثه انا بكمل لحضرتك اهو، لا عربيه مطافيه تقدر تخش ولا نجده تخش. يعني علشان طبيعه المباني يا دكتوره. ايوه عشان كده بقول ايه؟ ان لابد ان التخطيط يسبق. لو ما التخطيط سبقش هنفضل قاعدين في المشكله الدوران على طول. هنبتدي تخطيط دلوقتي. لا يا فندم في الاماكن الجديده التخطيط يبدا ازاي؟ التخطيط يشتغل، الهيئه عامه تشتغل وعندها الكوادر تشتغل، انها عندها النهارده احواز عمرانيه موجوده. بالظبط. تمسك الاحواز العمرانيه دي اللي قبل حد يبني عليها تخططها. انا قلت لك هنا حيز عمراني، يعني سمحت لك تبني هنا بالزبط. من غير ما اخططه
يبقى ده كلام تضارب، وده اللي بنقول فيه الكلام ده ايه؟ ان احنا بنشتغل خطا. في نقطة التخطيط مهم يا دكتوره، ثواني، يعني ده يقع على مسؤوليه مين؟ الحكومه فقط ام يجب المواطن يكون عنده الوعي وفي الحكومه تقدم له الاول، تجبره الحكومه تقدم له التخطيط الاول، قوانين في التخطيط والالتزام بالقوانين جدا. اولا يعني التخطيط مهم جدا، لكن زي ما سياده النائب بيقول وحضرتك بتقولي ان احنا هنخطط امتى وهنخطط لمين. قبل ما اجي اخطط هخطط لبشر، لازم اراعي هم عايزين ايه. دلوقتي هو قاعد في عشه، قاعد في اوضه ومستمتع جدا وقاعد فيها. تخيلي حضرتك ليه؟ لان هو بيمارس كل حياته في الشارع، فالشارع بالنسبه له هو الفضاء اللامتناهي. تيجي حضرتك تديله شقه او تديله اي مكان مقفول، مش هيرضي اي طموح عنده. يا دكتوره التخطيط في حاجه اسمها دراسات اجتماعيه. بس كمل كلامها يا ست دراسات اجتماعيه كلامها. اتفضل. ما هو ده اللي انا بقوله، ان لما تيجي حضرتك بقى تخططي وتبني مباني لازم تراعي الاحتياجات الاجتماعيه لهؤلاء السكان. تخطيط كده تاخديهم تقولي لهم تشركيهم مع المنفذين والمخططين. عندك في دراسات اجتماعيه طبعا يعني تقولي لهم كده يعني هو ده جزء. طيب خلينا دلوقتي يا دكتور، النهارده حضرتك لما بتروح هتقرر انا ما قاطعتش حد فيكم. لا ثواني لا والله مش مقاطعه، بس لا احنا انا طبعا عشان الوقت خلاص ازف وفاضل دقايق ولازم يعني نوصل لنقاط حتى مضيئه في الموضوع. تمام. هل النهارده اما حضرتك بتقرروا في الصندوق انكم مثلا هذه المنطقه منشيه ناصر هيتم التعامل معها، بناخد مندوبين من السكان طلباتكم ايه، احتياجاتكم ايه، نواقصكم ايه، في اجتماعات مع اساتذه علم الاجتماع وعلم النفس؟ طبعا يا فندم محدش يقدر يعمل لازم دراسه حضرتك. احنا امال هم المشاكل جايه منين؟ ما هو مش حكايه مشاكل، ان هو حضرتك زي ما يعني قلت ان احنا الصندوق ما بلوش غير اكتر من سنتين او ثلاث سنه. ان اللي حضرتك بتقوليه ده موجود في اليات التعامل مع الصندوق، ان احنا لازم يحصل لقاء مع الناس ونعرض عليهم البدائل، والبدائل كتيره جدا. في ناس مثلا حضرتك في الاقصر في منطقه اسمها الحمام خدوا تعويض مادي، قال لك انا مش عايز وحده، اللي هي الحته بتاعت اللي حضرتك طلبات الناس، قال لك انا مش عايز تعمل لي وحده. خد كام حضرتك؟ 75,000 جنيه. راحوا لمين 4 بقى 75 ب4 ب 300,000 جنيه، راحوا اشتروا حته ارض وبنوا. فاحتياجات الناس برضه من غير تخطيط ونعمل لا يا فندم، خليني فرصه بس. ما هو ده اللي بيحصل يا دكتور معانا النهارده لما اقول له والله مش اديني فرصه ان انا اكمل الكلمه لغايه اخرها. فانا بقول لحضرتك انهم خدوا الفلوس وراحوا في قريه جنبيهم فيها مكان مخطط واشتروا فيه، مش حكايه ان هو راحوا في مصر لسه ما فيهاش اماكن مخططه. لا في حضرتك في قرى جنب الاقصر مخططه، مين قال؟ مش في احوزه حضرتك في القرى؟ في الاحوزه ولا لا موجوده، ولكن تخطيط الاحوزه، التخطيط تفصيل الاحوزه عشان كل واحد يعرف هيبني فين بالظبط كده. مش انا بقول ده حيز عمراني وبعدين كل واحد يبني بمزاجه. هو لو كل واحد بنى بمزاجه ما احنا هندخل في عشوائيه اخرى. بالظبط. هندخل في عشوائيه اخرى. هو العشوائيه مش فقط ان انا بسكن في سكن غير مخطط، ثم التخطيط التفصيلي يبقى موجود، يبقى الناس كل واحد عارف هيبني على حدوده. مش هيطلع الشارع معروف عرضه كام 10 متر يبقى عارف، والشارع يبقى ويبني عدد ادوار محدده ويبني بلون معين ويبني في التخطيط التفصيلي موجود. هنا في مدرسه، هنا في نقطه شرطه، في اسعاف، في بريد، كل ده موجود. حضرتك لما وقعت كارثه يا ريت التخطيط يسبق وبالنادي بالزمان. عايزين حل دلوقتي يا سياده النائب. التخطيط ده يجب ان يكون موجود وللمستقبل وللفترات القادمه، ولكن النهارده لازم ان نجد حل وفورا لهذه الكارثه او لهذه المسائل اللي موجوده اسمها العشوائيات في مصر. في ال 80% اللي قال عليهم سياده الدكتور مهندس، هي عباره عن ايه؟ عايزه تهذيب. هقول لهم ايوه تهذيب، في حاجه اسمها تهذيب، مش هشيل خالص، ههذب مناطق. بقول له ايه؟ انا بعمل فيها حاجه اسمها خطوط تنظيم منظمه، واقول والله دي اللي كما هي زي ما هي كده، بس بيلتزم بالخطوط دي خلاص كده. وانا بنديها بايه؟ بالصرف الصحي والميه والكهرباء عادي جدا، وهو ايه، واحط له قواعد للالتزام يلتزم بيها وتقنن لهم وضعهم كمان. ايوه قواعد تقنن لهم وضعهم، دي حاجه عايزه اذا عايزه تشريع من حضرتك. هو محتاج تفعيل التخطيط كويس بالظبط، محتاج تفعيل التخطيط كويس. انا لازم اختم الفقره اذا كان في اماكن موجوده نراعى فيها احتياجات البشر، صح، بحيث انها تخطط لما يجب ان يطلبوا هم احتياجاتهم اللي عايزينها، احتياجاتهم الفعليه. زي ما بقول لحضرتك محتاجه
ان كل الجهود تكون في هذا الكلام. في طبعا تغييرات تشريعيه مهمه جدا، في حته مهمه جدا في الدستور بقى، ودي مطلوبه من سياده النائب وللناس كلها، ان لازم يكون يتحط في الدستور، وفي حته كتير محطوط في جنوب افريقيا وفي الهند وغيرها، ان حق السكن موجود حضرتك، بس مش محطوط بتفصيله زي ما محطوط في دساتير اخرى. دستور لا يعني لا مش محتاجه دستور يا فندم. انا بقول لحضرتك انا بقول لحضرتك مش محتاجه حتى دي كمان يا فندم. المشروعات شغاله، المشروعات شغاله، بس انت حضرتك في الدستور يعني مع الدستور يبقى ايه؟ عشان يبقى كلام بقى بالظبط، يفرض باب للحكم المحلي. يا ريت، ما انا قلت لك اهو، يا ريت بدل ما يبقى ورقه اساسا يا ريت في باب الدستور للحكم المحلي بالظبط كده. ده اللي هينظم العلاقات. ثم حاليا التشريعات الموجوده لابد من التشريعات يحصل فيها تعديل، تمام، اللي هي تعمل ايه؟ تخلي التخطيط يشتغل الاول قبل التنفيذ، ثم نقنن الاوضاع الموجوده بالتهذيب. بالظبط، ما نبقاش قاعدين نعاكس في الناس ونقول لا ده صحيح. انا ده اجمل حاجه نختم بيها حوارنا. بشكر ضيوفي، بتمنى انه هذه المأساة المسماه بالعشوائيات تلفت الانظار من كل مواطن مصري، من المجلس الشعب، من الحكومة، من المجلس العسكري، من كل مواطن، من رجال الأعمال، مؤسسات مدنية، الكل يساعد في هذه المأساة بالمال، بالأفكار، بالمساعدة. والمواطنين اللي في العشوائيات يتعاونوا ويعرضوا أفكارهم، والغرض هو الحق الإنساني، الحد الأدنى من الحياة الكريمة. هو ده المطلوب لكل مواطن مصري. بشكركم. انتهت فقرتي، لكن استنونا بعد الفاصل والعلاقات المصرية الأمريكية. برحب بحضراتكم مرة تانية. من الواضح بالتأكيد أن هناك قواعد جديدة أخرى توضع في العلاقة الآن بين مصر وأمريكا، ومن أهمها هي ويمكن من أهمها وظهرت مؤخرا برغم أنها كانت موجودة من سنوات طويلة، لكن اتفاجئنا بيها مؤخرا، وهو رأي الشارع المصري أو الرأي العام. وده رأي طرحه الحقيقة خبير في الشرق الأوسط، وهو أمريكي واسمه مايكل حنا، وقال في رأي موضوع مهم جدا، لكن ختموا ان الرأي الشعبي في مصر اصبح عنصرا مهما وفارقا ويجب ان يحسب له حسابا. ارحب بضيفي واساله نفس السؤال، الاستاذ محمد عصمت سيف الدولة، الكاتب والمحلل السياسي. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. هل بالفعل اصبح الرأي العام والرأي الشعبي المصري مؤثر في العلاقة ما بين مصر وامريكا؟ هيأثر لسه ما اثرش، هيأثر حتى بعد الموقف الأخير في قضية التمويل. الموقف الأخير ده مجرد موقف كاشف. نعم. يعني اللي حصل ده مجرد طفح جلدي. المرض الرئيسي عميق. بمعنى ان احنا مرينا بالمسألة دي 4-5 مرات من يوم ما الثورة قامت. نعم. أول مرة مرينا بيها لما قلنا بعد الثورة على طول ان احنا مش هناخد قرض صندوق النقد الدولي. نعم. ورجعنا الميزانية وقلنا لا مفيش قروض بعد النهاردة. الصندوق النقد الدولي في الأول ضغط علينا، راح مخفض تصنيفنا الائتماني، فبرضه ما سألناش، راح مخفض تصنيف الائتماني للبنوك المصرية ال5، مصر والقاهرة واسكندرية والأهلي والتجاري الدولي، بحجة ان هم بيسلفوا الحكومة. فقلنا طب انت عايز ايه؟ قال لنا خدوا القرض. حاضر هناخد القرض، بس هتاخده بشروطي. حاضر هاخده بشروطك. رحت اخده بشروطه، اتمنعوا علينا عشان منظمات المجتمع المدني او الازمة الأخيرة. نعم. ودلوقتي وفضلوا معلقين الموضوع لغايه ما الجماعه الخواجات المتهمين طاروا في الطياره. تاني يوم فيكتوريا نولاند المتحدثه باسم الخارجيه الامريكيه قالت خلاص احنا وصينا صندوق النقد الدولي ان هو يديهم القرض. فحتى الصحافه الامريكيه قالت لها يا شيخه ما يصحش الكلام ده. يعني انت كده يعني بتتكلمي بشكل سافر قوي على اساس ان كنتوا استخدمتوا قرض صندوق النقد الدولي للضغط على مصر. دي كانت المره الاولى اللي كلمتنا اتكسرت فيها. المره الثانيه كان يوم ما الجماعة الإسرائيل موتت مجموعة الجنود المصريين على الحدود، فغضبنا كلنا، والشعب المصري كله غضب. كل الفضائيات والجرايد والإعلام والقوى السياسية بنتحايل على الحكومة المصرية إنها تاخد قرار بسحب السفير أو استدعاء السفير أو إصدار بيان. ما خدوش أي قرار خالص. تليفون من أوباما بالليل خلص المسألة. وتاني يوم طلع اوباما بيتفشخر وبيقول انه انا كلموني الاسرائيليين ورحت مكلم المصريين وقلت لهم الموضوع ده لازم يخلص فورا، اللي هو حصار السفاره الاسرائيليه. وكلفت 100 دبلوماسي مصر امريكي ان هو ما ينامش لغايه ما المشكله تتحل، وفعلا اتحلت. وتاني يوم اتفرض علينا قانون الطوارئ. وبالتالي احنا
القصه بتاعت انه احنا الامريكان ايديهم طايله جوه مصر، دي مساله احنا عارفينها من زمان قوي. طيب خلينا اتكشفت للرأي العام، لكن هي حقيقة للأسف موجودة. ايه سياسات خلاص اصبحت واضحة للرأي العام المصري ولأقل مواطن كمان موجود. تمام. خلينا نبتدي من الاخر، هل فعلا مصر وامريكا بتمر العلاقة دلوقتي بمرحلة حرجة حقيقيا، ولا هي زوبعة في فنجان وموقف تكتيكي زي ما بيقول سياسي، والحقيقة ان العلاقة اقوى كثيرا مما نتصور؟ هو في اتنين مصر، في مصر الانتقالية اللي هتسيبنا ان شاء الله في يونيو، واللي هي امتداد لنظام مبارك بشكل او باخر، وفي مصر اللي احنا هنعملها بعد يونيو لما يبقى عندنا رئيس منتخب، ويبقى البرلمان بتاعنا اللي موجود دلوقتي منتخب، ودستور منتخب، وهكذا. المفروض اللي احنا نحلم بيه ان احنا نعمل مصر مختلفة عن نظام مبارك. ده هيصطدم بشدة مع الامريكان، لان الامريكان بيعلنوا طول النهار ان هم عايزين ذات نظام مبارك مع بعض التعديلات. عايزين نظام مبارك موديل 2012، عايزين نظام مبارك بدون مبارك، عايزين نظام مبارك بدون جمال. ما عندهمش مانع يبقى فيه رئيس بيتداول السلطة، ما عندهمش مانع انه بدل الحزب الوطني يبقى فيه حزبين، حزب ديمقراطي وحزب جمهوري على الطريقة الامريكية، لكن بدون الاقتراب من المقدسات الثلاثة. ما هو ايه المقدس الاول؟ انه انت حليف استراتيجي ليا، ما تقولش بن في المنطقة قبل ما تاخد اذني. سيبك من حكاية انك انت مصر وقائد العرب وقائد الامة العربية، وطني حبيبي الوطن الاكبر. انت انا ليا دور، انا اللي برسم السياسة الاقليمية وانت ليك دور فيها، لازم تسمع كلامي. ده المقدس الاول. المقدس الثاني علاقتك باسرائيل. حسك عينك تفكر في اسرائيل. اسرائيل هي الخير والبركة ووجودها وامنها قبل كل حاجة في الدنيا، وده المادة اللي موجودة. احنا ماضيين على كده، احنا ماضيين في المادة الرابعة من اتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية على ان الامن القومي الاسرائيلي له الاولوية على الامن القومي المصري. انت عارفة ان احنا ماضيين على كده؟ اي انه احنا قايلين انه تلتين سيناء تبقى مجردة من القوات المسلحة ومن السلاح، في حين انه تلتين سيناء دي 150 كيلو عرض 150 كيلو، في حين انه جوه اسرائيل يبقى فيه بس 3 كيلو. المنطقة بين وبين. المقدس الثالث، سؤالك المهم، المقدس الثالث هو انه ممنوع الاقتراب من الاقتصاد والنظام الاقتصادي اللي عمله لكم صندوق النقد الدولي، انه اللي رسم الخطه بتاعته الصندوق. بالظبط. طب انا هقف عند النقطه دي، هاخد تليفون وهرجع لاهم او اول نقطه حضرتك طرحتها. اتفضل. طبعا احنا بنعتذر لكل اصدقائنا اللي حاولوا يخشوا معانا في مداخلات تليفونيه في الفقره اللي فاتت، لكن احنا بنستقبل دلوقتي تليفونات. اهلا بحضرتك معانا. الو. اهلا بيك. الو، مساء الخير يا فندم. مساء النور. مساء الخير على الضيف الكريم. والله انا عايز اقول بس ان احنا عايزين يعني رب ضارة نافعة، عايزين المشكلة اللي حصلت الاخر دي ومدى حرص الادارة الامريكية على اقل درجات الشعب عندها وتضغط على مصر عشان يرجعوا مواطنين امريكيين ما لهمش يمكن قيمة في امريكا، في الوقت ان احنا اعلى كفاءاتنا بيجلدوا في الدول اللي حوالينا. عايزين نشوف ايه السبب. الحاجة الثانية، احنا بنتكلم كتير جدا واساتذتنا موجودين في كل مكان. ما هو السبيل لاعادة الكرامة المصرية؟ ازاي؟ طب احنا عارفين ان امريكا ضغط علينا، وعارفين ان احنا بناخد معونة من امريكا، وفي دول تانية بتاخد، اسرائيل بتاخد معونة من امريكا، انما اسرائيل بتعامل امريكا ند للند، وفي جواسيس اسرائيليين بيتجسسوا على امريكا، وما بتقدرش امريكا تقول بن من اسرائيل. عايزين نشوف فين الناس الاساتذه بتاعتنا والعلماء والعباقره. ما هو السبيل ان احنا نكون من امريكا بالند؟ يعني احنا شايفين اسرائيل هي بتعامل امريكا وهي الدويله، يعني تفتح محافظه المنوفيه مثلا اللي انا منها، بتعامل امريكا الند بالند، ولها جواسيس في اسرائيل وبيتجسسوا. سؤال وجيه جدا وطلب وجيه جدا، ويمكن ده مطلب ال 86 او 90 مليون مصري في مصر. بشكر حضرتك جدا. هرجع للنقطة الأولى وهي حليف استراتيجي. هل بالفعل مصر حليف استراتيجي لأمريكا؟ ما معنى حليف استراتيجي؟ لا، هي مصر مش حليف استراتيجي. احنا بنقول حليف استراتيجي. مصر تابع استراتيجي. نعم. تابع يعني ايه؟ يعني هي شغالة عند أمريكا، شغالة عند الأمريكان. الأمريكان في سنة 2006، الكلام ده هو منشور، احنا عارفينه بس هو منشور. في سنة 2006 واحد من رجال الكونجرس عمل العادة السنوية بتاعتهم، انه راح قال احنا عايزين نقطع المساعدات عن مصر
علشان هي سايبه الانفاق اللي بينها وبين غزه. فالاداره الامريكيه قالت لا ما حدش يقرب لمصر، مصر خير وبركه، مصر دي مساعدانا جدا، مصر الحليف الاستراتيجي، دي مصر عملت وعملت وعملت. تعالى يا عم، مين عم ده؟ مكتب اسمه مكتب المحاسبه الحكومي الامريكي اللي بيقدم تقارير يقول بيها ان فلوس الامريكان اللي بيدوها معونات ما بتروحش هباء. وعمل التقرير بتاعه، قال ايه بقى في التقرير بتاعه؟ قال انه مصر بتعدلنا السفن الحربيه بتاعتنا في قناه السويس، وانها بتعدلنا الطيارات الحربيه بتاعتنا في المجال الجوي بتاعها، وان لولا هذا الكلام ما كناش قدرنا ان احنا نحتل العراق ونغزو افغانستان بالطريقه دي، وان هي بتتدرب معانا، بتعمل معانا مناورات النجم الساطع اللي دربنا على البيئه المناسبه اللي ودتنا العراق، وان هي بتحقق امن اسرائيل جدا، لانه احنا من خلال علاقتنا بيها بنقدر نتحكم في الميزان العسكري الاسرائيلي لصالح الميزان العسكري اللي في المنطقه لصالح اسرائيل، وانه هي بتساعدنا في مقاومه الارهاب. وكلنا عارفين ان كلمه الارهاب في القاموس الحقيقي هي مساله المقاومه. امريكا جت احتلت المنطقه، احتلت الخليج سنه 1991 واحتلت العراق 2003، واسرائيل محتله فلسطين لغايه دلوقتي، ومش مطلوب من حد في المنطقه العربيه ان هو يقاوم الاحتلال والاستعمار الامريكي والصهيوني، فكان لازم ان هم يلاقوا قوانين يقاوموا بيها هذا الكلام. فقالوا اخترعوا لنا حكايه الارهاب، وان مصر بتساعدهم، مصر مبارك كانت بتساعدهم في حكايه ان احنا نجرد اهالينا في فلسطين وفي العراق. حجم من المقدره على المقاومه حجم الدور اللي بتلعبه مصر واهميتها بالنسبه لامريكا بهذا الشان، كيف لا ان تلوح كل شويه امريكا لمصر بقطع معونات او اذا كانت هي بالاهميه؟ الملفت للنظر في قطع المساعدات التلويحه الاخيره دي كمان حاجه ما تفوتناش، مساله سخيفه وواقعه جدا، ولو يعني نتكلم فيها انه احنا هم قطعوا وهددوا بقطع المعونات عننا، مش لان احنا الغينا كامب ديفيد، بالعكس احنا ليل نهار بنحلف بالقران العظيم والانجيل ان احنا والله ما هنقرب بعد السلام ملتزمين او كل القوات. مش كده للاسف طول الوقت قاعدين نقول كده. نمره 2 ان احنا ما قلناش ان احنا هنعمل الحرب على اسرائيل. نمره 3 ما قلناش ان احنا هنودي قوات مسلحه مصريه اضافيه بالمخالفه لمعاهده السلام في سيناء. ما عملش حاجه خالص من اللي هم بيعتبروه خط احمر. ايوه. لكن مع ذلك هددوا بقطع المساعدات لمجرد ان في قاضي خد معاه عسكري مصري وراحوا ضربوا الجرس على شقه وقالوا لو سمحت ممكن تورينا التصاريح اللي معاك، وما راحش عند المصريين. ما يهم المصريين، انا ما يعنينيش المصريين بتوع الانسان ناس اصدقاء وناس شرفاء. انا بتكلم على المعهد الجمهوري والمعهد الديمقراطي وفريدم هاوس. المعهد الجمهوري ده على لسان الامريكان الشرفاء المثقفين والساسه الامريكان المستقلين عن الحكومه، ان دي منظمات حكوميه، مش صحيح ان هي غير حكوميه، مش صحيح انها حقوقيه، هذه منظمات حكوميه مرتبطه بوكاله المخابرات الامريكيه المركزيه من اوائل الثمانينات، وموجوده وبتعمل في كل العالم، ولها قصه طويله في المساله دي. كل الناس بتعترف، الامريكان بيقولوا البورد مجلس الاداره بتاع المعهد الجمهوري الديمقراطي 24 واحد، مديره اللي هو جون ماكين ده اللي كان نازل ضد اوباما في الانتخابات علشان يكمل المذابح اللي عملها بوش. انا كنت عايزه اتكلم ما دام جبت ذكر ماكين وهو عضو مجلس الشيوخ الامريكي، والشكر اللي قاله لجماعه الاخوان المسلمين، ويبدو انه هذا الشكر اثار حفيظه الجماعه واصدروا بيان شديد اللهجه امس، يمكن حضرتك قريته، في انه بينتقدوا جدا ما جاء في ذكر لسان ماكين، وانه انتهى او نقد السياسه الامريكيه. رأيك ايه في البيان الخاص بجماعة الإخوان المسلمين، وهل فعلا كان في خدمات قدمت للجانب الأمريكي من جماعة الإخوان المسلمين؟ بصي، هو الإخوان المسلمين أنا كان رأيي إن هم لازم قبل الأزمة دي بأسبوعين، قبل هروب المتهمين الأمريكان. نعم، هم ما هربوش، يعني هو أنا برضو هم طلعوا يعني بقرار، يعني أصلا طلعوا بقرار ومتوصلين مع السلامة. ما هو ده تهريب طبقا للقانون، بس مش مهم اللي عمله. يعني انا لو عملته، لو انا مواطن مدني وعملته كان زماني في السجن دلوقتي. لو انا خدتهم في عربيتي الخاصه وعملت هذا الكلام كنت، بس مش ده موضوعنا. انت سالتي سؤال اهم. طيب الاخوان المسلمين لو كانوا اسبوعين قبل هذه المساله خدوا قرار بان احنا ضد هذه الضغوط الامريكيه، وان احنا ضد المساعدات الامريكيه، وان احنا ضد التدخل في الشؤون القضائيه، لو كان البرلمان المصري اللي اغلبيته من الاخوان المسلمين ومن السلفيين اصدروا بيان شديد اللهجه ضد المساعدات الامريكيه وضد التدخل الامريكي قبل الجماعه دول ما يسافروا،
كان الاداره الامريكيه ما جالهاش نفس القلب ده انها تضغط. يعني كان في علاقات جيده جدا بين الجانب الامريكي وما بين جماعه الاخوان المسلمين في زيارات رسميه ومن وزيره الخارجيه من السفيره، وفجاه انقلبوا على الوضع. انا هقول لك حاجه قبل الثوره المصريه كل الناس اللي زي حالاتي كده اللي هم ضد المشروع الامريكي الصهيوني في مصر والمشروع الامريكي في المنطقه وبيناضلوا ضد نظام مبارك من زمان، كانوا لما بيروحوا يتكلموا في هذا الكلام كان دايما يلاقوا في الحته اللي بيروحوها الاخوان المسلمين. الاخوان المسلمين كان من ضمن التيارات الوطنيه اللي دايما بتعادي المشروع الامريكي والمشروع الصهيوني. اللي حصل ان بعد الثوره كانت الناس متوقعه منهم ان هم يكملوا هذا الخط، ده ما حصلش. الاسباب الاغلب في موقفهم ان هم خايفين من الامريكان، هم عندهم عقده الاخوان المسلمين وانا نفسي ان هم يتخلصوا منها. التيار الاسلامي كله عنده عقده وانا رايي انه لازم يتخلص منها، ان هو خايف انه يحصل فيتو امريكي دولي على نتائج الانتخابات اللي حصلت زي ما حصل في الجزائر وزي ما حصل في فلسطين لما حماس تولت الحكم. وبالتالي هم قاعدين يبعتوا رسائل تطمينات للامريكان طول الوقت، ما تخافوش مننا احنا ناس طيبين وهترتاحوا معانا. انا رايي ان الرساله دي رساله خطا وبتستفز كل الناس اللي كانت بتأيدهم قبل الثوره، وبتستفز كل القوى الوطنيه اللي وقفت جنب كتفها في كتفهم في مواجهه الامريكان. لازم يعيدوا نظر، خاصه ان الامريكان مش مصدقينهم. الامريكان مش مصدقين، متشككين في الموقف، مش مصدقين ان هم احنا عندنا على القائمه السوداء عند الامريكان طيارات كتيره جدا من ضمنها التيار الاسلامي، التيار الوطني، اي تيار وطني ضد الاستعمار هو على القائمه السوداء. اي تيار مرجعيه بقى ايران وما حدث في افغانستان وباكستان يعني لا انت جمال عبد الناصر كان على القائمه السوداء للامريكان، ما كانش اسلامي. اي حد بيقول لا للامريكان، اي حد بيقول لا ايا كانت ارضيته الفكريه، اسلامي قومي وطني. راي الشعبي المصري ده يبقى على القائمه السوداء دلوقتي. معانا بس اتصالات وبعتذر لانه كان معانا اتصالات كتير. محفوظ رجع تاني. اهلا بيك يا استاذ محفوظ. السلام عليكم. عليكم السلام. رسالة للامريكان. الصوت مش واضح بس يا ريت يعني حضرتك تعلي صوتك من فضلك. رسالة للامريكان وللغرب وللعالم كله انه مصر بخير، ومصر من بعد قبل الثورة وضع وبعد الثورة وضع، لانه احنا لم نسمح لاي دولة في العالم تنتهك حقوق المواطن المصري بره او جوه. المصري هو كرامته من كرامة الوطن، والوطن بتاعنا احنا احسن وطن في العالم واقوى تاريخ في العالم. وهم كل اللي فيها لما قاموا يساعدوا بعض جهات معينة عشان تخرب الثورة. حضرتك هم يعلموا تماما انه اللي هيمسك البلد بعون الله انسان يكون عنده قصد وعنده رحمة على المواطنين الغلابة، وهيطلعت مصر طلعة للعالمية، لانهم هم يعلموا تماما انه مصر مش هيبقى لهم عميل في مصر تاني ولا في الامة العربية، لان الامة العربية هي اللي اكثر انتماء لاوطانها والارضها والشعبها، ومش هتكون في توصية من اي دولة في العالم. اكيد يا استاذ محفوظ. مصر بخير ورجالتها بخير، والنهارده اعطيناهم اشاره في جميع المحافظات، ويوم الجمعه الجايه على كرامه المصري بره وجوه هندوهم رساله اخرى، وبعد كده بنقوله للغرب او لاي دوله او لامريكا او اسرائيل. اكيد احنا معاك بنضم صوتنا لصوتك ودايما بخير. شكرا يا استاذ محفوظ. معانا كمان علي من القاهره. الو. السلام عليكم ورحمه الله. عليكم السلام. يعني الحقيقه في الموضوع ده بدايه اذا كان الاخوان ينتهجون نهج السياسه الناعمه املا في الوصول لدوله المرشد فهذا شيء اخر. اما موضوع الامريكان وهذه الضجه التي فاقت الحدود بسببها، كنا نلاحظ في البدايه من ينتقد عمليه القبض عليهم وعمليه التهجم عليهم، وانقلب بعد الافراج عنهم لمدافع والدولة وقعت وكلام متناقض. يعني علينا أن ننظر أولا إلى الفوائد، هل الفوائد أعظم من حبسهم ولا حبسهم أعظم؟ إذا كانوا مقدمون بجنحة من 100 جنيه ل 1000 جنيه ولكن عادت إلينا مليارات، وزير خارجية السعودية
صرح ب 3 مليار و750 مليون من اجل عيون الامريكان. قطع غيار كانت ممنوعه ومتوقفه الان بدات الموافقه عليها. لماذا لا ننظر الى الفوائد؟ لماذا نمسك في ونتلكك ونصطاد ونتصيد الاخطاء؟ لعلمك هي مش اخطاء. انا اتمنى من الدوله ان تقبض على كل يوم اناس بهذا الشكل لكي تستفيد البلد ويستفيد الشعب، بدلا من ان نقف نتهم مؤسسات وطنيه وشريفه واكثر وطنيه من اي حد يتحدث ويعيب فيها. شكرا حضرتك يا استاذ علي. عوده تاني لضيفي الكريم، قضيه المعونه بقى بشقيها المدني والعسكري. عايزين نتعرف عليها وعلى شروطها، وهل اتفاقيه السلام داخله في هذه المعونه؟ وهل من حق اي طرف ان يتصرف او ياخد قرار فيها بمفرده بدون رجوع للطرف الاخر؟ هو الحقيقه المعونه بتنقل الموضوع علاقتنا كان شكلها ايه بامريكا، وعلاقتنا بامريكا هي علاقات هي حياتنا في ال 30 40 سنه اللي فاتوا. احنا بعد حرب 73 الامريكان من انزعاجهم الشديد من النصر اللي احنا حققناه قرروا ان هم يفكوا مصر اللي انتصرت في حرب 73 صاموله ومسمار. وبالتالي درسوا مصر كويس قوي، ايه العناصر اللي خلتها تنتصر، وحطوا الكلام ده ازاي يفككوها، وعملوه في كتاب ادوه للنظام السابق سواء السادات او مبارك، وقالوا له ده دستورك اللي انا دايما بسميه الكتالوج الامريكي لمصر. جزء منه هو المعونه. الكتالوج الامريكي لمصر له 5 ابواب، هو اللي احنا عايشين فيهم بقالنا اكتر من 35 سنه. الباب الاول في الكتالوج الامريكي او النظام الامريكي اللي صنعوه اللي هو نظام مبارك، هو انه يبقى فيه مسدس على راسنا طول الوقت في سيناء اسمه ان سيناء مش محميه بالسلاح، وبالتالي اسرائيل تهددنا بيها طول الوقت. لسه اول امبارح كل 10 دقائق لدرجه انه في حد قال في اليومين اللي فاتوا زي المتداخل، لا زي المتداخل الاخير ده اللي قال انه امريكا بلغتنا رساله ان لو ما افرجناش عن دول ممكن اسرائيل تعمل لنا حاجه في هل ده ممكن؟ يعني ده دار الحوار ده في الشارع المصري يا استاذ اسماء. والبعض قال لك انتوا ما عندوش بقى لحسن اسرائيل هتخش تضرب. لا هو مش ممكن، بس احنا عايزين يعني نكمل الكتالوج ده، لانه متهيالي انه نقدر لو فهمناه نقدر بعد كده نطبقه لوحدنا. فسيبيني اكمل لك حكايه الامريكان اللي بيهددونا بيها طول الوقت. هم ما يقدروش ياخدوا سيناء لان هيلاقوا كل الملايين دي عندهم بكره. هم مش متعودين على قتال الشعب، متعودين على قتال الجيوش والدول، لكن الشعب ما يقدروش عليه. لكن بيهددونا بيها كل 10 دقائق. رئيس الاركان الاسرائيلي، رئيس الاركان من اهم الشخصيات هناك، قال من شهر في تصريح رسمي ان احنا ممكن نرجع مصر للوضع اللي كانت فيه في 67. ودي نقطه لازم نتحرر منها. لازم نعيد تعديل اتفاقيه السلام بالذات الماده الرابعه عشان نسمح لقواتنا تبقى حره تماما في سيناء، عشان ما يبقاش في مسدس طول الوقت على راسنا. اول حاجه عملوها الامريكان انه يهددونا طول الوقت، حسونا بالخوف طول الوقت. نمره 2 ان هم باعوا لنا القطاع العام. قالوا لنا ان القطاع العام بتاعكم اما اكتشفوا ان القطاع العام هو اللي صرف على الحرب في 73 وصرف على المجهود الحربي، اصدروا القرار ببيعه وجابوها من ناحيه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي انكم بتخسروا وما بتخسروش. ده القرارات الاقتصاديه، انت حضرتك بتفكك بقى الثلاث بالظبط كده. فككوه لنا وبيعنا القطاع العام وضربنا الصناعه الوطنيه. ولما قلنا لهم طب هنعمل ايه؟ بدل كده ما احنا ده اللي كان بيدعم المجهود الحربي، قالوا لنا هنديكم معونه عسكريه. هي دي قصه المعونه، بدونا معونه عسكريه 1.3 مليار دولار، واسرائيل بدوها 3 مليار دولار. بيتحكموا في التفوق العسكري الاسرائيلي، بيتحكموا فينا في قطع الغيار، بيتدربوا معانا تدريبات مشتركه، يهنجوا لنا الاسلحه. في خبراء مهندسين كتير قوي بيقولوا انك انت المصنع اللي بيديك البضاعه بتاعته يقدر كلها دوائر الكترونيه، ممكن لو انت وجهتها في الاتجاه يعطلها. وبالتالي بينصحوا دايما انه لازم نتحرر من السلاح الامريكي ومن المعونه الامريكيه. العمود الثالث في الكتالوج الامريكي او في نظام مبارك هم ان هم حظروا العمل السياسي على اي حد يعادي امريكا او يعادي اسرائيل او يعادي كامب ديفيد، واشترطوا انه حاكم مصر لازم يكون حاطط امن اسرائيل واتفاقيه السلام كبند رئيسي. تفتكري زمان الدكتور مصطفى الفقي لما قال انه رئيس مصر يجب ان ترضى عنه امريكا وتوافق عليه امريكا وتوافق عليه اسرائيل. صحيح. دلوقتي وبعد الثوره عملوا لنا ايه؟ بعتوا لنا كل مساعدين وزاره الخارجيه ولجان من الكونجرس وجيمي كارتر وجون ماكين وجون كيري
وييجوا يعدوا علينا كلنا واحد واحد، مين مرشح نفسه رئيس، ويعدي او يقعد. رايك ايه في اسرائيل، رايك ايه في كام ديفيد، رايك ايه تمام في يا فندم. تمام يا فندم، مش كده؟ مش بس قبل الثوره، بعد الثوره. الباب الرابع في الكتالوج الامريكي والنظام عشان نقدر نعرف تاثير امريكا، انه من خلال المعونه الاقتصاديه اللي هي قيمتها كانت 815 مليون دولار بقت 250 دلوقتي بس، بداوا يختاروا مجموعه من الشركات ورجال الاعمال ويكبروهم عشان يبقوا هم رجالتهم وعلى علاقه بيهم جيده في مصر، وادوهم توكيلات. دول اللي عملوا اتفاقيات الكويز، ودول اللي بيودوا الغاز والبترول لاسرائيل، ودول ظهر جامد للامريكان في مصر. والباب الاخير اللي هو انه يهاجم هويه مصر، كل ما هو عربي او اسلامي يربطها بالامه ويخليها تعود الى قياده المنطقه العربيه. انت دلوقتي بتساليني على المعونه، كان سؤالك المهم. نقدر لازم نقطع الكتالوج كله، لازم نقطع الكتالوج. ده هيأثر في نوع العلاقه. يعني معنى كده حضرتك انه مطلوب في الفتره القادمه ان يكون ليس تغيير في بعض مفردات العلاقه، ولكن تغيير العلاقه برمتها واتجاهها في الفتره القادمه. لازم نستقل، لازم عندنا كتالوج مصري لمصر، مش عايزين كتالوج. حسابات المكسب والخساره هنا في العلاقات ما عندناش ولا مكسبايه واحده من العلاقات مع امريكا. عندنا 40% من الشعب المصري عايش باقل من 300 جنيه في الشهر. عندنا 150 ألف واحد طبقا لتقرير الأمم المتحدة بيملكوا 40% من ثروة مصر، تقرير التنمية البشرية اللي صدر من الأمم المتحدة سنة 2007. عندنا العشوائيات اللي حضرتك كنت بتتكلمي عليها في الفقرة اللي فاتت. نعم. عندنا إسرائيل أصبحت القوى الإقليمية الأولى في المنطقة، بتبلع فلسطين كلها. عندنا أي حد يقول بم في العراق. هل يجب أن نخرج إسرائيل من معادلة العلاقة بيننا وبين أمريكا؟ يعني يجب أن لا تكون ثلاثية وأن تكون علاقة ثنائية منفردة عن إسرائيل؟ أمريكا وإسرائيل كانوا بيوصفوا نظام مبارك أنه كان له الدور الرئيسي في خدمة أمن إسرائيل ووجودها. هي مش مسألة علاقة ثلاثية، دي طريقة شيك الكنز الاستراتيجي اللي كانوا بيقولوا افتقدوه. يعني هي المسألة الصياغة اللي انت عملتيها دي صياغة مهذبة جدا. طبعا لا، احنا في خدمة امن اسرائيل. القضية الرئيسية ان مصر تحامي على اسرائيل، وبالتالي تخلي كل العرب يقولوا لا احنا مش هنحارب اسرائيل، هنصطلع معاها، واي حد يشيل السلاح ضدها نبتدي نعتقله ونحصره وهكذا. وبالتالي احنا لازم نتحرر من التبعيه للولايات المتحده الامريكيه. اللي حصل ده ادانا السلاح الرئيسي، كشف لنا ايه السلاح الرئيسي اللي ممكن نستخدمه عشان نتحرر، اللي هو غضب الناس. احنا كنا فاكرين وطنيه الناس ماتت واندفنت. لا خلاص. من النهارده يعني اكتشفنا انه النهارده مش الجمعه بعد الازمه اكتشفنا انه المصريين كلهم لو جمعتي كل الشعور الكرامه والوطنيه اللي جواهم وغزلتي بيه خط سياسي مفتقدينه من بعد الثوره، خط شعبي مش تبع الحكومه ولا الدوله، يبتدي يحرر مصر زي ما كل البلاد المحترمه في العالم، زي ما الصين عملت، وزي ما كانوا بيستخدموا ورقه الراي العام ضد اي قرار في اي حته في العالم. هذه الدول نستخدمه طبعا نواجههم بيه. ناخد التليفون ولسه الحوار ممتد. الو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام ورحمه الله. مع حضرتك الحسين من المنصوره. اهلا بيك. احيي سعادتك واحيي الضيف الكريم، وبعد كعادته دائما الاستاذ سيف الدوله في تحليلاته الرائعه، وحضرتك قد لاحظت ذلك واختطفت منه انه لا بد من تغيير الكتالوج ولا بد من التغيير في المرحله القادمه. ويا سيدتي الفاضله، يكفي ان فقيه المخلوع السابق كان يقول الى وقت قريب قبل الثوره ان الرئيس القادم لمصر لا بد له من رضاء امريكي ومعاونة اسرائيلية. نحن للآن ما زالت مصر تغط في بعثة طرق الابواب، وما زالت مصر ليست قضية التمويل للمنظمات الآلية، فهذه قضية صغيرة، وهذه زوبعة في الفنجان كما قلت من قبل على التلفزيون المصري، انها زوبعة وستنتهي. بل ان بيت القصيد وبيت الكلوة كما يقول الفلاحون عندنا في المنصورة، بيت الكلوة وبيت القصيد او ما يؤكل من الكتف هو الاعانات والمنح التي جاءت للمستعمرون الجدد بمصر والذين كانوا اصحاب اتفاقية الكويس. بل لك ان تعلمي انه منذ اشهر ان احدهم اخذ $1,000,000 100 مليون دولار منحة، واخر اخذ 60 مليون جنيه للكاتشب وهكذا. يعني اخذوا المنح واكلوها ابالة وامساحة، وهؤلاء هم الذين يحتلون اقتصاد مصر للان ولم يتم محاكمة احدهم. اما قصة
المنظمات الأهلية فنحن لم نتفاعل معها بطريقة واقعية. وأنا أقول هنا إن إيران قد تميزت علينا، فهي التي حبست الأمريكان 444 يوم ولم تستطع أن تقربهم، ويوم أن جاءت بمؤامرة كبرى أبادهم الله عز وجل في صحراء في إيران. أما القلعة الأمريكية الموجودة في جاردن سيتي فما زالت كما هي، وما زال رجال مبارك كما هم، وما زال أهل الاقتصاد الآن يحجون إلى البيت الأبيض كما كان يحج إليه جمال مبارك. وهنا إذا أردنا تغييرا حقيقيا فلنغير الكتالوج كما قال الأستاذ سيف الدولة، ولا يعني ننشغل بالأشياء الجانبية التي شغلونا فيها وشغلوا القضاء وأسقطوه فيه، وهذا شيء خطير. إذا كان الموضوع موضوع صفقة فلماذا لم تتم الصفقة من قبل أن يكون الموضوع قضاء؟ ولماذا يظل المصري معانا يقدم المصريون للمحاكمة ولا يقدم الكل سواسية؟ ولماذا لا يفتح لهم مطار القاهرة؟ ولماذا تظل صالة هدي انفعالك بس حضرتك، هدي انفعالك واحنا مقدرين جدا انفعال حضرتك، و كمان رأي حضرتك وإضافاتك كانت مهمة جدا جدا. بنشكر مداخلتك لينا النهاردة في الحلقة، وهو بيتكلم عن الكتالوج وأهمية إنه لازم يمزق، وإنه المفروض العلاقة النهاردة السيد وزير الخارجية المصري، وأنا لازم أختم في دقايق، وهو خد ضيفي الكريم المشاهد عشان ما يزعلش خلاص. أنا راضي إنه قال إنه لازم العلاقة فعلا تعدل مسارها، وإن نتخلص من موضوع المعونة والمنح، ونتخلص من كل ما هو ما يخليناش حليف استراتيجي، او ان احنا واقفين على درجة واحدة مع امريكا. لازم نتحرر منه، لازم نحط شعار الاستقلال. كل الاحزاب اللي طالعه بعد الثورة بتتكلم على العدل والحرية والعدالة، كلهم ناس طيبين، بس لازم يحطوا قبلها ايه؟ الاستقلال. اللي عايز، اللي هيقول للناس ان مصر بلد مستقلة يبقى بيضحك عليهم. مصر بلد مش مستقل، مصر بلد تابعة اقتصاديا وعسكريا وسياسيا واقليميا، والحل الوحيد انه احنا لازم نتحرر منها. عشان نتحرر منها لازم نجمد قلبنا وناخد قرارات شجاعه، والقرارات الشجاعه خبيث مش قادره ما اقولوش في الحلقه، وهقوله وهختم في 30 ثانيه. البعض بيردد انه واشنطن ممكن تكون واحده من العناصر، ترديد البعض، من عناصر الطرف الثالث اللي بتساعد الفلول. مصر هي في اللي بيحصل في مصر حقيقي. واشنطن هي قائده الثوره المضاده. مصر هي اللي صنعت نظام مبارك. واشنطن هي قائدة الثورة المضادة. في برضو سريعا في أشارت توقعات خبراء شؤون الشرق الأوسط في كلية الدفاع الوطني الأمريكية في مرحلة ما قبل سقوط مبارك وقبل بداية الربيع العربي إلى أن الشرق الأوسط سيشهد مرحلة من عمليات تغيير الأنظمة سيتبعها مرحلة من سيطرة الأنظمة الدينية التي سيتبعها الوصول إلى الدولة المدنية وتحقيق الاستقرار والديمقراطية. هل ده تحقيق للي حصل لرأيهم، ولا كان لهم إيد في ده؟ ولا لا هيقطعوا؟ لا ما كانش. هم ثورتنا بتاعتنا، ثورتنا بتاعتنا. اي حد يقول الامريكان لهم دخل، ما لهمش دخل، وهم عايزين يفرملوها. هم عايزين يفرملوها وبيحاولوا دخلوا بعد ما عملناها عشان يحتووها، ومش هيقدروا يحتووها. في النهايه لازم نقول الكتالوج يجب ان يمزق، ولكن لن يعدل، هو يجب ان يمزق. انا بختم بالكلمه دي. بشكر حضرتك جدا وبشكركم كل اعزائي المشاهدين. نتمنى نكون النهارده طرحنا موضوعات مهمه لحضراتكم. نلقاكم الاسبوع القادم باذن الله، وصوت